وبكل بساطه هو كاين تحت الارض، كيتجبد من الباطن ديال الارض وكيتنقل بواحد الانابيب اللي كيتسموا دي بايب لاين. والمغرب مقارنه بجميع الجيران ديالو ما عندوش هاد الماده ولا جد قليله ونادره. هي في الصراحه راه ماشي ما عندوش، ما عارفينش علاش، حيت اصلا ما كنقلبوش، ما كنديروش عمليات التنقيب كثيره اللي كيديروا الجيران. في المغرب عندنا 5 الابار كل 10000 كيلومتر كاري. 5 الابار شحال تقولوا المعدل ديال الدول العالم؟ حنا عندنا 5 في 10000 كيلومتر كاري. واجدين المعدل اخوتي خواتاتي هو 10 الابار في كل 100 كيلومتر كاري. واش شفتوا على فرق كيدير ولا؟ ما عندناش، حنا ما كنقلبوش. وهذا الشيء راجع لبعض الاسباب القانونيه وبروتكسيونيست، وما كانوش شحال هذه القوانين فليكسيبل. وهذوك الشركات الكبار الاجنبيه اللي كيديروا عمليات التنقيب ما كانوش كيدخلوا للمغرب من الاخر. وهذا الشيء اللي بدا كيتبدل ليهم. دابا ركزوا معايا باش تفهموا مزيان. المغرب دار واحد الشراكه استراتيجيه مع واحد الشركه بريطانيه سميتها انرجين، سوري فور ماي انجلش، واللي داخله في البورصه ديال لندن.